السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير يا رب. أهلا وسهلا بكم. اليوم جبت لكم كما نقولوا احنا مطلوع الكوشة، إن شاء الله تنال إعجابكم. يعني وصفة سهلة، يعني في متناول الجميع، اقتصادية وبدون جهد بدون عجن، تستاهل يعني التجربة. يلا نبداو، وقبل ما نبداو ما ننساوش نصليو على رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام، حبيبنا وشفيعنا محمد. بسم الله. عندنا هنايا زوج كيسان نتاع سميد. السميد اللي عندك ماذا بك يكون ارطب. عندي ملعقه خميره فوريه، وملعقه اكل سكر، وملعقه اكل حليب بودره. درك نخلطوا هذو المكونات الجافه مع بعضهم، ومن بعدين نزيدوا السوائل اللي هو ما دافي. هنا بدينا نزيدو في الماء. عندي نكيل بالكاس، عندي 2 كيسان ماء دافي قلنا. درك نزيد نخلط شويه، ونزيد نص كاس واحد اخر نتاع ماء دافي. درنا 2 كيسان سميد، ودرنا الخميره والسكر والحليب بودره، ودرنا 2 كيسان ماء ونصف كاس. نخلطهم كما راكم تشوفوا هنايا، ودرك نغطيهم ونخليهم لمده 5 دقائق يرتاحوا شويه. وبزمان انا شويه ثاني عندي السميد شويه متوسط مش ارطب، يذوب الحبه نتاعو باش هكا يساعدني في العجين، مع ان مش رايحين نعجنوا هذاك العجن الكبير. ودركا بعد ما فاتت 5 دقائق هاني زدت لها كاس فرينه او طحين ابيض، ونصف ملعقه تاع ملح. والملح يكون يعني على حسب الذوق نتاعكم، وزوج مغارف زيت. انا عندي هنا المغرف صغيره. اذا المغرف نتاعكم شويه كبيره نتاع اكل، ديروا وحده فيها، وحده تكفي. نبدا نلم هكا بشويه ونزيد الفرينه بشوي، ما نديرهاش مره واحده على ضربه واحده، لازم بشويه حتى نتلمنا وتعود على حساب يعني الملمس نتاع الايد كيما نحبها انا. لازم تعود شويه مرخوفه العجينه هذه. وكما قلت لكم ما تحتاج لا عجن لا دلك لا حتى حاجه، سهله. وهنايا درت 2 كيسان فرينه، وهذا الكاس الثالث نزيد فيه غير بشويه. هنا كملناه، ملونا 2 كيسان سميد و3 كيسان فرينه و2 كيسان ونصف ماء. نبقى نلم فيه كيما راكم تشوفوا هكا، ونضرب فيه هكا حاجه خفيفه بقى كيما نديروا الخفاف ولا الفطاير ولا السفنج، كيما تحبوا تسموهم. كيما راكم تشوفوا هكا، شغل ندخل لها في الهواء هكا، نضرب فيها غير حاجه خفيفه لمده 2 دقائق ولا 3 فقط لا اكثر. ودركا نزيد لها شويه زيت، نلمها فيه ونخليها تخمر. والاختمار نتاع هذه دركا كي نلمها كيما هكذا بالزيت، نخليها تخمر لمده 10 دقائق. ومن بعد نزيد نعاود ندير العمليه هذه، انا نهبط لها الهواء ونعاود نلمها بايدي كيما هكذا، وزيد نخليها تخمر. فهمتوني؟ قلت لكم مرتين. هذه هكذا نلمها ونخليها تخمر، نزيدو نحسبوا لها واحد 10 دقائق، ونزيد نلمها نهبط لها الهواء ونلمها ونخليها تخمر. دركا هي طريقه باش لحا تعجنيها نديروها احنا في التخمير. هنا بعد ما خمرت مرتين، خمرت مره ومن بعدين زدنا نحينا الهواء وزدنا خمرت. ودركا هنا هاي خمرت، هذه هي الثانيه. دركا نبدا نلوز فيها. انا درت الزيت شويه في ايدي باش ما تلصقليش. وعندي هذاك فيه الصحن فيه السميد، دركا نلمها فيه. قلت لكم هذا المطلوع نتاع الكوشه، لازم ديروا السميد هذا باش يعطي له بنه وفي نفس الوقت الشكل. انا درت 2 قرصات مختلفين، واحده شويه كبيره هذه والاخرى خليتها شويه صغيره هكذا باش اللي يحبوها خشينه يعرفوا. ودركا هذا البلاط درت فيه الزيت، ودركا نزيد ندير له شويه سميد. وهاي العجينه هاني نقلب فيها ونعمر فيها بالسميد هكذا باش تجيني بنينه ويجي شكلها مليح. حطيت دردرت شويه في البلاطو السميد اللي عندي، ونبقى نقرص فيها بالشويه. انا ما اظن يعني الفيديو واضح.
قلت لكم هذا المطلوع يعني ما يحتاج جهد ولا تعب، ولا خاصة اذا كان حديريه في رمضان، اذا يجينا ان شاء الله بالخير. يعني اللي ما تحبش الطيب، ما تحبش الطيب في الطاجين، ولا تقول كي يسخن وهكذا تعرفوا، دير هذو القريصات وما تتعبش في العجن تاعها، وطيبهم في الفرن. يعني ما شاء الله يجو خفاف، والبنه يعني انا درتهم في زوج كلاوهم يعني من كثرة ما خفيف. يعني واش حنقول لكم لازم تجربوا باش تقدروا تعرفوا. ودوك نزيدو نجيبو القرصه الثانيه. هنا ثاني كيف كيف دهنتو بالزيت باش ما يلصقناش. واذا عندك ورق الزبده ما كلاه ديري الزيت، يعني هذا اختياركم. بصح حتى هكذا يجي يعني ما شاء الله. حتى لك الزيت يزيد يعطي له ذاك البنه في الخبز ولا في المطلوع هذا. ان شاء الله ينال اعجابكم وتجربوه. هنجبت لكم يعني وصفه سهله واقتصاديه، وفي نفس الوقت ما تحتاج جهد يعني في العجن، ولا لا عجانه لا بايدك لا والو. راكم شفتوني كيفاش درتو، يعني سهل ماهل والنتيجه ما شاء الله. قرصوه باش من بعد نخلوه يرتاح شويه. يعني دوكا كيعود بارد الحال ماذا بك 45 دقيقه حتى لساعه هو يخمر، حتى لازم تعطيله حقه في التخمير. واذا في الصيف يبين 10 دقائق 15 دقيقه يكون يعني ما شاء الله. وهنا بعد ما قرصتها دوكا ندهنها شويه بالزيت، وهذه الطريقه يعني اختياريه، اذا ما تحبيش ما ديريش، واذا حبيتي ما فيش مشكل. ونخليه يخمر على خاطرهم، ونكون شعلت الفرن يعني يسخن لمدة حتى نص ساعة ولا قبل. وهنا بعد ما خمرت راني ندير فيها بالفرشيطة كيما راكم تشوفوا. تحبوا ديروها كيما هكا، تحبوا تثقبوها غير في الوسط ما فيش مشكل. كيما هذه هاني ثقبتها غير في الوسط، يعني مانيش حبتها تتنفخ هذاك اللي تولي مورقه من الداخل. هنا بعد ما طابوا على درجه 200 درجه، والمده انت تعسيها طيب من التحت وبعدين شعلي لها من الفوق. النتيجه ما شاء الله هاكم شفتوها. يعني يبان لي يعني عينكم هي اللي تقدر تتميز الخبز من المليح والخفيف من المعجن. يعني انكم شاطرين ما شاء الله عليكم. قلت لكم والله العظيم يعني يستاهل التجربة. ان شاء الله تجربوه وينال اعجابكم. ومع السلامة، الفيديو الجاي ان شاء الله.